حدثوني يا شيخ مشاري، صاحب لنا من أهل المغرب، هذا الرجل أحس ذات يوم في جسده بتغير، أحس بعلة اعتورته. قال فذهبت إلى فرنسا وكشف عليه الطبيب فقال عندك مشكلة كبيرة في الموضع الفلاني وتحتاج أن يعني أفزعه جدا، نحتاج أن نقطع من جسمك شيئا لنزرعه في محل آخر وهو رجل له أعمال وله مسؤوليات، فقال له ولا بد أن تتوقف عن أعمالك كذا وكذا من الشهور. الطبيب يعني يخبر بأني لا بد لي منه، مستحيل أن أصنعه. قال فرجعت إلى المغرب. قال يا شيخ خرجت من الدنيا ما هو إلا زمزم والعسل وقراءة القرآن والدعاء يا الله. قال مكثت على ذلك مدة، ما أذكر كم قال، أخبرني المدة شهر ولا. التجأ إلى الله. قال خرجت من الدنيا، هكذا هذا لفظه. نعم. الشفاء نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، والعسل يخرج من بطونها شفاء، وزمزم لما شرب له، ودعاء من يجيب المضطر إذا دعاه. سلم أمره. قال وبعد ذلك رجعت إلى الطبيب، نفس الطبيب، طبيب كبير عنده في فرنسا. قال لما أجرى الفحوص يقول مستحيل، ماذا صنعت؟ يعني هذه الفحوص ليست للإنسان الذي هذه فحوصه.